مساء النور خواتاتي المغربيات وخوتي المغاربة فين ما كنتو. نجددوا اللقاء هاد النهار هذا بفيديو تاني. وانا كنتجول في تيك توك كيخرجوا لي فيديوهات ديال الا يمكننا نسميوه المؤثر بين معقوفتين، الجزائري بونيف اللي كيهدد المغاربه وكيتجرأ على المغاربه بكل وقاحه وكيقول لهم ها الكان ديال 2025 جايه السنه المقبله، وحنا غادي نجيو عندكم لبلادكم وغادي نخرجوا لكم مع خواتاتكم وانتم كتشوفوا. انا كنظن هذا ما نحتاجوش حنايا عاد نوصلوه للناس المعنيين بالامر وبسلامه وبامن المغاربه، راه وصلوهم وشافوه وعارفين شنو الاجراء اللي غادي ياخذوا في حقه طبعا. ولكن انا اللي بغيت نقول لهاد بونيف، الا انت مولفين يجيو يدخلوا عندك الجزائر ويمشيو لك مع خواتاتكم مع امواتكم ومع جداتكم ومع خوالاتكم مع عماماتكم مع بناتكم، فهاد الشيء لان نتوما عندكم تاريخيا في لي جين ديالكم في الجيناز ديالكم من الفرنسيين الاتراك اللي بغيتي، هادشي معروف ومتعارف عليه عندكم في الجزائر وعند الجزائريات. ماشي لحقاش نتوما واحد البلد اللي ما فيهش السياحه لانه ما عندوش مقومات السياحه انكم ما عندكمش هادشي. هذا راه فكره مغلوطه كتروجوها في وسائل التواصل الاجتماعي باش تحاولوا تعطيو على راسكم صوره مغايره للصوره الحقيقيه. اما باش تجرأ على بنات المغرب وتقول اننا غادي نجيو ونمشيو لكم مع بناتكم ومع خواتاتكم في المغرب وانتم كتشوفوا ما ديروا والو، يمكن لي نقول لك اخويا العزيز راك ما كتعرف والو على المغاربه اذا. وهادو اللي قالوا لك على المغرب عاودوا لك عليه، راه عاودوا لك عليه داكشي مغلوط بزاف. المغاربه راه يشدوك راه يفردقوك. اسمع المصطلح اللي كنقول يفردقوك. سمعتي شنو هي يفردقوك؟ يفردقوك الا شافوك غير كتجرأ على خواتاتهم وعلى بناتهم. سمعتيني؟ وتصبح على خير ولدي وتقدك الفرحه.